يسعد صباحكم. اليوم رح نعمل طبخة اليبرق. اليبرق أكلة كتير طيبة. أول شي رح أحتاج ل3 أكواب من الرز القصير منقوع ومغسول، نص كيلو لحمة معلية مفرومة ناعمة، معلقتين كبار من الزيت الأبيض، و3 معالق كبار من السمنة تعطيها نكهة كتير طيبة، مع معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقتين كبار ملح، والملح طبعا على حسب الرغبة. وبضيف معلقة كبيرة من العصفر وبقلب المكونات مع بعض. المكونات مع بعض كتير منيح منشان السمنة تتجانس مع الرز واللحمة واللية وكله يتجانس مع بعضه. هاي طريقتي باللف كتير رائعة. وهون بعد ما لفيت الكمية كاملة بحطهم بطنجرة الضغط، وبضيف عليهم الماء مع معلقتين كبار من الملح، والملح طبعا على حسب الرغبة، وراسين من الثوم. بس تغلي الماء عندي بضغط الطنجرة وبعير لساعة كاملة، وهيك بعد مرور ساعة بطفي الغاز وبفتح الطنجرة. هلأ وقت التقديم. شوفوا منظر اليبرق قديش بشهي. بتمنى تعجبكم طريقتي، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والكومنت. يعطيكم ألف عافية.